أهلا وسهلا فيكم في تاني حلقة من سلسلة التربية الأسرية الإيجابية. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن النماذج اللي احنا ممكن نشوفها عن أنواع التربية. النهاردة هنسرد معاكم مع حضراتكم ايه هي أنواع التربية. في الحقيقة أنا عندي نوعين من أنواع التربية. أول حاجة هبتدي بالحاجة الكويسة وهي التربية الإيجابية. بقول لكل أم وكل أب أول حاجة في التربية الإيجابية فهم عالم الطفل، إن أنت المفروض بتفهم ابنك وتفهم مشاعره وتفهم احتياجاته وتفهم هو محتاج ايه. يعني النهارده انا كأم مثلا انا بيبقى عندي وقت معين بقول لابني ستوب، انا مش عايزه اتكلم، انا سيبني دلوقتي، سيبني براحتي. انا كمان لازم افهم ان الطفل بتاعي ده هو كمان ليه وقته وليه وقته خاص بيه، ليه احتياجات هو المفروض بيأديها في اوقات معينه، وممكن اوقات تانية ما بتبقاش مناسبه ليه. فانا ما اقحمش على الطفل بان هو لازم يعمل ده في الوقت اللي انا احدده. الصراحه دي من الحاجات المثبطه جدا في عمليه التربيه. تاني حاجه الاحترام المتبادل. الاحترام المتبادل بيجي من نقطه بسيطه جدا. يعني انا النهارده بشوف وانا ماشيه كده في المولات واشوف طفل صغير فبينادي لمامته، بيناديها باسمها، يا نهى، يا حنان، ايا كان. فالحقيقه وبتبقى الام مبسوطه قوي، اصلا انا ابني مدلعاه وانا ابني صاحبني وانا ابني. الحقيقه ان ده اسلوب خاطئ في التربيه، ان ده بدايه لعدم الاحترام، وده اللي هتجنيه بعد كده ان بعد كده الطفل بيبتدي يتعدى معايا بالكلام، اللي ممكن الكلام اللي هو يقدر او بيقوله ما بينه وما بين اصدقائه بيقولوا معايا، وما بيبقاش في حواجز ما بيني وما بين الطفل. ثالث حاجه الانصات المتبادل او الانصات الفعال. انا النهارده ابني جاي لي بمشكله وجاي لي وانا مثلا قاعده بشتغل او قاعده ماسكه الموبايل بتاعي بعمل اي سيرش لاي حاجه، وجاي يقول لي يا ماما بعد اذنك انا عايز كذا وكذا. بص بقى يا حبيبي بلاش، بص يا حبيبي طب بس ثواني، طب بس مش عارفه لما اخلص. الحقيقه ان ده بيكسر عند الطفل حاجز، ان هو لو كان متحمس وعنده تحفز انه جاي يقول لي مشكله صدرت له، الحقيقه ان ده بيثبط الهم عنده في ان هو بعد كده مش هيجي يقول لي الحاجه دي. او انت ذات نفسك لما هتكوني فاضيه تقولي له تعالى حبيبي نكمل، هيقول لك لا خلاص يا ماما في وقت تاني، هيعمل نفس اللي هو او نفس اللي انت عملتيه معاه. كمان بقول لها رابع حاجه الحلول بدل من اللوم. يعني انا ابني لما بيعمل حاجه غلط ما اقعدش الوم فيه بقى، ايه اصل انت المفروض كنت تعمل كذا وانت وانت وانت، لا، انا اديله حلول بدل ما اقعد كل شويه الومه او افكره بالحاجه السلبيه اللي هو عملها. لا، انا اديله حلول عشان خاطر ان هو يقدر يتعلم منها. كمان بقول لها العواقب لا العقاب. وهنا المثال اللي انا ذكرته بتاع البلوره الكريستاليه، العواقب هنا انا المفروض ان انا انا الاول المفروض بطمن على الطفل بتاعي ان هو ما حصلوش حاجه، بس بعد كده المفروض ان انا ابتدي اتكلم معاه ان مثلا لعب الكوره دي مش مكان في البيت، لعب الكوره دي ليها مكان خاص في النوادي وما الى ذلك. كمان بقول التشجيع بدلا من المدح. المدح الزيادة غلط. المدح الزيادة بيخلي الطفل بيكتسب طاقة أكبر من قدراته، وده اللي بيواجه الطفل مشكلات بعد كده في المجتمع. لا، أنا أشجعه على الحاجة الكويسة وما مدحش في الطفل صفة هي مش موجودة فيه. لا، أنا لازم أشجع وأتك قوي على القدرات اللي موجودة عند الطفل وأنميها بعد ذلك. كل دي عزيزتي الأم بقول عليها أحد الأساليب اللي بتخليكي يعني توصل بيكي في انك انتي تربي ابنائك تربية ايجابية. ونستكمل بعد كده في الحلقة القادمة ان شاء الله عن التربية السلبية اللي احنا نتجنبها لاولادنا. كانت معكم دكتورة حنان الشهاوي، مدرس بقسم الطفولة، كلية التربية، جامعة طنطا.